السلام عليكم، ازيكم اجمل بنات في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير وبافضل حال. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنشوف اجمل وارقى تنسيقات فساتين صيفيه للعيد ورمضان. كل عام وانتم بخير. طبعا ده يا بنات اول ستايل معانا، شايفين بجد ستايل جميل جدا، شيفون طبقتين شيك في نفس الوقت كاجوال، والتنسيقات بتاعته بيرفكت بجد. ايه رأيكم؟ ده برضو ستايل تاني معانا، ممكن تستخدمي فيه الحزام او الرباط، وممكن لا تستخدمي نظام عباية كاجوال. ايه رأيكم؟ طبعا هنا التنسيقات كلها باللون البني، ممكن انت طبعا شوفي الالوان المناسبة مع اللون البني، ممكن تستخدمي اللون البيج بدرجاته كلها. اللون البني ليه تنسيقات كتير قوي. ده ستايل تاني يا بنات موضة معانا جدا جدا، بيكونوا الدريس او العباية او حتى السكيرت بتكون بلونين مختلفين او من نفس الدرجات. ده برضو دريس معانا بكل الالوان زي ما انتم شايفين، بس اللون ده تحفة، وتنسيقاته مع اللون الاصفر الكناري بجد حاجة جميلة جدا. حجابه والشوز باللون الاورانج بجد ناطق جدا جدا، وعاطي طلة تحفة، تنسيقها بجد بيرفكت. ايه رأيكم؟ طبعا يا بنات الكوليكشن هتلاقوا فيه السادة الدرسات او الفساتين السادة، وهتلاقوا فيه المطبوع بالنظام ده، عشان طبعا الكوليكشن يناسب كل الاذواق. ودايما بكرر في الفيديوز ان الكوليكشن اللي بيكون مكتوب عليه بالعنوان والتفاصيل، طبعا ده بيكون فعلا يا بنات تقدروا تشتروا اي قطعة انتوا حابينها. لذلك الكوليكشن ده كل قطعة انتوا شفتوها او عجبتكم ممكن تشتروها بمنتهى السهولة، بمجرد بس انكم تكتبولي في التعليقات. ان شاء الله هرد عليكم بكل التفاصيل، تتواصلوا مع البيج وتشتروا الحاجة اونلاين. شايفين ده برضو دريس تحفة، شايفين اللون برضو رمادي او الجري بجد حاجة جميلة جدا. شايفين الستايل ده عجبني جدا يا بنات. طبعا التنسيقات كلها بنفس درجات اللون زي ما انتم شايفين. ده ستايل تاني معانا، ستايل دريس شيك جدا زي ما انتم شايفين على الموديل بألوانه المتعددة. انا بحب الدرجة دي جدا، لون الهافان. ايه رأيكم؟ اللي شايفاه منتشر بطريقة كبيرة قوي اللي هو اللون اللي هو السيلفر. ده برضو ستايل مطبوع زي ما انتم شايفين، الالوان بتاعته فيها الجريء وفيها الهادي. ايه رأيكم؟ شايفين ده برضو نفس الستايل اللي احنا شفناه من شوية، ولكن اللون مختلف هنا عن الموديل باللون الاحمر، وهنا طبعا زي ما انتم شايفين لون الهافان. ايه رأيكم؟ سيلفر. وده برضو يا بنات ستايل تاني معانا للبنوتات بقى اللي حابين يشتروا كده ويختاروا الالوان اللي هم حابينها. ايه رأيكم؟ وده برضو شايفين الستايل ده قمر، ده نظام عباية، ممكن طبعا تستخدم فيها الرباط، وممكن تلغيه تماما وتستخدميه كنظام عباية كاجوال. برضو الستايل ده احنا شفناه من شوية، بس كان بألوان تانية. ايه رأيكم؟ وده برضو ستايل تاني مختلف، اول مرة نشوفه في الكوليكشن ده. الالوان بتاعته بقى حاجة جميلة جدا، شايفين؟ وده برضو ستايل تاني من نفس الخامة. على فكرة يا بنات خامة شيك جدا وجميلة، ممكن برضو تستخدميها كخروج، وممكن تستخدميها كسواري بتغيير بعض التنسيقات البسيطة جدا. يعني هتستخدمي الحجاب سواري، ونفس النظام الشوز مع الباج. وطبعا لو حابة تستخدميه كنظام خروج عادي فسهل جدا طبعا، وبتغيير الحجاب مع الشوز مع
الشنطة بألوان هادية مناسبة للخروجات العادية. ده ستايل تاني، وللبنوتات طبعا اللي هيكون عندهم الجو برد شوية ممكن يستخدموا نظام كوت طويل او بليزر شيك جدا زي ده كده. وده طبعا الدريس بدون يا بنات، البليزر او الجاكيت. ايه رأيكم؟ اللون تحفة بجد والستايل جنان. شايفين يا بنات الخامة بجد تحفة. انا عن نفسي بحب جدا جدا الستايلات السادة، بحس فيها شياكة وأناقة وتنسيقاتها اكتر من الالوان او الستايل اللي بيكون فيه الوان كتير زي كده. طبعا للبنوتات اللي هم حابين يفصلوا زي ما اتفقنا، اي بنوت حابة تفصل تختار اللون المناسب لبشرتها وفي نفس الوقت الستايل المناسب لشكل جسمها. اي بنوتة حابة تعرف شكل جسمها ايه تكتب لي في التعليقات، وفي نفس الوقت نشوف الستايل المناسب لها. واي بنوتة برضو اشتريت اوتفيت ومش عارفة او محتارة في تنسيقاته، هنختار مع بعض الافضل. اكتبوا له وهنشاركوا بعض ان شاء الله. ايه رأيكم؟ الستايل ده تحفة برضو جميل. ده اللون الابيض منه، شايفين مع الاحمر طبعا تنسيقة قديمة ولسه ماشية معانا. ايه رأيكم؟ الاسود مع الاحمر والابيض مع الاسود والابيض مع الاحمر، دي تنسيقات اساسية. ايه رأيكم؟ مفيش على اختلاف طبعا. ايه رأيكم يا بنات بقى في الستايل ده بالحزام ولا من غير الحزام؟ شايفين هنا طبعا ماشي عليها الحزام، وبرضو في نفس الوقت لو ما استخدمتش الحزام هيكون عليها جميل جدا لانها اول هام طويلة ومنطقة البطن مفيش عندها. طبعا البنوتات اللي عندهم منطقة البطن كبيرة ممنوع الحزام تماما لانه هيبرز منطقة البطن اكتر. الستايل ده جميل جدا برضو. ايه رأيكم؟ طبعا تنسيقته مع البليزر او الجاكيت. طبعا يا بنات دي في حال كان الجو بارد معانا ممكن نلبس على الستايل ده كوت او جاكيت زي ما شفتم كده. انا بعشق اللون البني في السادة بجد بيبقى تحفة. شايفين طبعا هنا الحجاب استخدمناه بني مطبوع باللون الاحمر. ايه رأيكم؟ دي تدرجات اللون البني كلها يا بنات. شايفين الستايل ده جميل جدا برضو عجبني، واللون ده منتشر بطريقة كبيرة قوي. اللون اسمه طبعا تركواز، دي درجة من درجات اللون الاخضر. الدريس ده برضو تحفة يا بنات بجد. قلت لكم طبعا قبل كده ان الموضة اللونين اللي هما بالشكل الطولي بالنظام ده كده بيكون لونين بنفس الدرجة تقريبا، تدرجات واحدة. شايفين؟ وفي برضو بتلاقوا درجات مش مناسبة تماما مع بعضها زي اللون الاورانج مع اللون الفوشيا، وطبعا برضو الاخضر مع الازرق. شايفين؟ ايه رأيكم؟ في نهاية الكوليكشن بشكر كل بنوتة استمرت معايا لنهاية الكوليكشن. بشكركم جدا جدا، والى اللقاء فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.